ثانية واحدة بس، هو الراجل ده بيعمل ايه على البطيخة؟ بعد ما الناس كلت وشي وناس منكم كتير لمتني وناس برضو قالت لي معلش، بقيت لما اشوف بطيخه في اي حته ببعد عنها كاني ما بشوفش. بعد ما عمي شعبان شاف الفيديو وعلق لي كنت هسيب البلد وامشي. جيت النهارده عشان رايحين مشوار مع بعض ويا رب ما ندمش. فالنهارده قررت ان انا هعمل معاكم مشوار مهم جدا وهتنزلوا معايا واحنا بننقي البطيخه. وبعد اذنك يا عمي شعبان ادي فرصه لعمي جي بي تي الغلبان. نزلنا بقى السوق، واول ما دخلت كده قلت للراجل بص ريح انت، سيبنا احنا نتصرف. بعت لشات جي بي تي قلت له اختار البطيخه انت وهبعت لك الصور وشوف بقى هتعمل ايه. ومش بس كده، ده انا بقى قلت انا هجيب يوسف ابن عم ابي يوسف صاحب محل البطيخ ده يختار هو كمان بطيخه ونشوف مين اللي هيختار احلى. بدات بقى اصور له وابعت له، صورت كذا زاويه وقلت يختار اللي هو هيشوفه صح. ولحد ما يرد علينا بقى قلت ليوسف يلا بقى بينا يا معلم دورك جه. حطينا بقى الخطه التمام وقلت له اتكل على الله ونقي لنا احلى بطيخه. وقعدت اكد عليه يا يوسف واثق من نفسك، قال لي عيب. ودخل كده على البطيخ بثقه ونقى واحده بدون ما يدور كتير وقال لي هي دي. وزناها بقى وتمام. قلت له يا يوسف اخر كلام عشان مش هنغير، قال لي تمام. قلت له بص هو بعيدا عن اي حاجه كفايه الضحكه دي يا يوسف، فخلص الموضوع خلاص. وهنا بقى حضر المعلم ابو يوسف فكره جميله بصراحه وانا عن نفسي حبيتها جدا، وهي ان احنا لازم نعلم بطيخه يوسف. طب هنعلمها ازاي؟ قال لي سهله جدا، احنا هنكتب عليها يوسف علشان خاطر ما نتلخبطش وفي الفيديو تبقي عارفه انهي بتاعت ايه. قلت له تعالى بقى كده يوسف باننا مطقمين مع بعض ناخد صوره كده للذكر. نرجع بقى لجي بي تي وهو بعت لنا ورد علينا دلوقتي، وزي ما انتم شايفين عامل دايره على بطيخه معينه. هدور بقى فين لان انا بعت كذا صوره. بس بصراحه قلت ليوسف تعالى يا يوسف هو اختار دي، انت ايه رايك دي هتبقى حلوه ولا لا؟ قال لي اه هتبقى حلوه. قلت له متاكد؟ قال لي اه. قلت له ربنا يستر يا يوسف، يلا بينا يا يوسف على البيت. انا متشوقه اعرف النتيجه اكتر ما كنت متشوقه اعرف نتيجه الثانويه العامه بتاعتي. انا جيت عايزه اقول لكم حاجه واحده بس يا جماعه، انا عملت كل حاجه صح في حياتي الا اني اختار بطيخه حلوه. بس النهارده عايزه اقول لكم حاجه واحده بس، ان يا عمي جي بي تي هيبهركم. جينا بالسلامه ودلوقتي بقى حان ميعاد النتيجه. وطبعا من خلالكم عايزه اشكر عم ابو يوسف، عمي ابو يوسف ويوسف على تعبهم معايا. دي البطيخه اللي اختارها يوسف زي ما شفتوا معانا في السوق. تعالوا بقى نشوف ذكاء يوسف ولا ذكاء الاصطناعي. هنبدا ببتاعتك يا يوسف، وزي ما وعدتك ان انت هتشوفها في الفيديو هطلع اسمك ايه معاه، ماشي؟ ها يلا دي بتاعت يوسف. خلونا ندوق حته كده ونشوف. عسل نحل، عسل نحل. يوسف تيخه ايس كريم ايس كريم. روح يا يوسف ربنا يخليك يا اخي. انت من النهارده يا يوسف بقيت عمي يوسف. دلوقتي بقى هل فعلا وممكن يختار بطيخه بمجرد الصوره كده وتطلع حلوه؟ هنشوف دلوقتي. اوبا ربنا يستر، انا قلقانه جدا. وزي ما انتوا عارفين ان البطيخه لازم تكون قشرتها ايه. تعالوا بقى نشوف. الجواب بيبان من عنوانه الحقيقه. خلونا نشوف. ربنا يستر. ايه ده؟ انا بعد ما دوت البطيخه دي اكتشفت ان انا اللي كنت جايباها في الفيديو اللي ما كانتش عجباني. طب استغفر الله العظيم يا رب. انا هقول بس حاجه واحده بس، اما يعني استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم فعلا. ربنا يخليك يا يوسف. انا مش عارفه من غيرك كنت يا ريتني خليتك تختار لي الاثنين، ولكن زي ما شفتوا تجربتنا باينه اصلا. بصوا القشره عامله ازاي. انا لو رحت لعندك يا عمي شعبان وسافرت لك اسهل واجيب منك شروه بطيخ. سبحان الله بجد، مهما عملوا مهما طوروا مهما الانسان صنع حقيقي عمره ما هيوصل لخلقه ربنا. سبحان الله سبحان الله فعلا. دي مش عارفه اوديها فين. يا عم ابي يوسف لو حضرتك بتتفرج عليا لو ينفع ارجعها يا ريت تكتب لي وانا اجي اخد غيرها. سامحني. بصراحه هي تجربه حبيت اعملها معاكم، ولكن زي ما انتم شفتوا النتيجه. يعني ارجع واقول لكم قولوا لي خبرتكم في البطيخ علشان خلاص كده الواحد تعب. يعني لولا بتاعت يوسف دي كان الواحد هيعيط في الزاويه دلوقتي.